من المتوقع إن سنة 2024 هتكون واحدة من أقوى السنين في السينما المصرية في العقد الأخير، وده نظرا للبداية القوية اللي السنة بدأت بيها وضخامة الأعمال اللي منتظر صدورها في السنة دي. علشان كده جمعنا لكم أفضل أفلام مصرية في 2024 واللي لازم إنها تكون من ضمن قائمة مشاهداتك في الربع الأول من 2024. والفيديو ده هيكون الجزء الأول، وأكيد هيكون فيه جزء تاني وتالت ورابع لنهاية السنة. علشان كده لازم تكون مشترك معنا في القناة علشان تتابع كل جديد. في البداية بندعوكم لزيارة موقع موفيبيديا، وده موقع متميز وخاص بينا ورائد في ترشيحات الأفلام والمسلسلات، وإحنا ضامنين أكيد إنها هتعجبك. وما تنساش تخش تشوف موقع موفيبيديا، وما تنساش طبعا تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات. ويلا بينا. الفيلم الأول معانا في قائمتنا لأفضل أفلام مصرية في 2024 هو فيلم الحريفة. سيداتي انساتي سادتي، نرحب بكم في ملعب منشية ناصر الدولي بأقوى مباراة لدوري الشوارع. والفيلم ده من بطولة نور النبوي وأحمد غزي ونور إيهاب وخالد الذهبي وأحمد حسام وبيومي فؤاد وكزبرة، وده فيلم دراما ورياضة وكوميديا. بيحكي عن شخصية ماجد اللي بيكون عايش ما بين أسرة غنية وبيكون في مدرسة فخمة، بس والده بيحصل معاه مشاكل كبيرة في الشغل بتاعه وبيتعثر ماديا، ونتيجة لده بينتقل ماجد من حياته اللي متعود عليها والحياة الرفاهية لحياة تانية أقل بكتير، علشان يبدأ رحلة جديدة في مواجهة عالم مختلف عن اللي متعود عليه. سيناريو الفيلم اللي كتبه إياد صالح دمج ما بين شخصيتنا الرئيسية اللي خرجت من مكانها الطبيعي وما بين رحلة صعود بطل رياضي في ظروفه الجديدة. فبنشوف من خلال الفيلم مفارقات ناتجة عن التفاوت الطبقي ما بين البطل وأصدقائه الجدد، ما بين كمان لحظات من الحماس والإحباطات اللي في رحلته. والفيلم بكل تفاصيله مكتوب بشكل كويس، بالرغم ان الفكرة مش جديدة وشفناها كتير قبل كده، ان يكون شخص غني بيعيش في منطقة او في حي فقير لسبب ما. وطبعا القصة دي شفناها كتير قبل كده وكلنا عارفين نهايتها. والأداءات التمثيلية كانت جيدة جدا، وفي شغل مميز على مستوى التصوير والمونتاج وتوظيف الموسيقى بشكل كويس. وباختصار الفيلم مسلي وفيه روح حلوة، وهتقضي فيه وقت لطيف وهيلامس كتير مع الشباب. والفيلم التاني معانا هو فيلم مقسوم. بنكلم حضرتك علشان فرقة أميتشي محتاجينها، وكل أعضاء الفرقة يجوا يغنوا الأغاني اللي وحشانا جدا. الفيلم ده من بطولة ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم وسارة عبد الرحمن وعمرو وهبة ونوران أبو طالب. والفيلم بيحكي قصة إيمي ورانيا وهند، واللي بتلاقوا دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان علشان يعيدوا إحياء فرقتهم الموسيقية اللي اسمها أميتشي بعد غياب 30 سنة. وبسبب الظروف والخلافات اللي ما بينهم بينطلقوا في رحلة لإحياء الحفلة والصداقة مرة تانية. الفيلم من اسمه بيحمل مضمونه اللي هو كل شيء مقسوم، وكمان هاني خليفة اللي عمل أداء مميز كمخرج وكممثل. وفي لحظات من الحميمية ما بين الأصدقاء وكوميديا خفيفة، وبينتهي الفيلم بأغنية مميزة جدا. وفي المجمل الفيلم قوي نسبيا وهتقضي معاه وقت لطيف وسهرة مسلية وخفيفة. كنا بغنوا ايه اللي هيشكي. أما بقى الفيلم التالت معانا هو فيلم رحلة 404. شوية فلوس وفي الآخر هتتحل. اكيد يعني مش بعد 19 سنه وبدون مناسبه بقت تصفي حسابك معايا يا غدا. والفيلم ده من بطولة منى زكي وبيضم فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، وبيحكي عن قصة غادة سعيد اللي بتشتغل مسوقة عقارية وبتخطط ان هي تسافر مكة علشان تقضي فريضة الحج، لكنها قبل ايام من السفر بتتورط في مشكلة كبيرة بتؤدي لاحتياجها لمبلغ كبير من المال، فبتنطلق في رحلة بتلجأ من خلالها الأشخاص من ماضيها الملوث علشان تجمع المبلغ اللي هي عايزاه. الفيلم جيد جدا وفيه قدر كبير من الجودة على مستوى الكتابة والإخراج، وفيه مميزات كتيرة على رأسها الأداء التمثيلي من جميع الممثلين، ده غير الأداء بتاع منى زكي اللي كان مميز جدا خلال الفيلم. والفيلم فيه مشاهد كتير مميزة جدا، وفيه لحظات درامية جميلة جدا ما بين الشخصيات، وكمان هنفهم ان في حاجات كتير حصلت ما بين الشخصيات في الماضي. أنا المفروض طالعة حج بس مش ثابتة.
الفيلم الرابع معانا هو فيلم أبو نسب. تتجوزيني يا داليا؟ بس قولي الأول أنت بتحبني؟ انا بحبك قوي قوي يا دودي. الفيلم ده طبعا من بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، وبتدور قصة الفيلم عن دكتور أطفال اسمه علي اللي بيستعد للزواج من حبيبته داليا، لكن قبل الفرح بساعات بيخرج داوود من السجن، وداوود ده بيكون أبو داليا، واللي بيكون علي ما يعرفش عنه حاجة ولا سمع عنه قبل كده. ومن هنا بتبدأ سلسلة من المواجهات الكوميدية بين علي وحماه وما بين العصابة بتاعة داوود والعصابات الأخرى. ومن هنا بنيجي للشخصية اللي قدمها محمد إمام واللي ما كانتش أفضل حاجة، لأنه الجمهور كان مستني منه شخصية جديدة تكون أقوى من كده، لكن بالنسبة لماجد الكدواني قدم أداء مميز جدا كالعادة رغم كون الأحداث هزلية. وشخصية ياسمين صبري كانت مقبولة والكوميديا كانت خفيفة ومسلية. هو ده جوز بنتك؟ شهر عسل ما يتنسيش. الفيلم الخامس معانا هو فيلم شماريخ. ابني اللي انا همسكه كل ده ما ينفعش ابدا يكون عنده ولا نقطة ضعف واحدة. الفيلم ده من بطولة آسر ياسين ولافينيا نادر وأمينة خليل وخالد الصاوي وآدم الشرقاوي ومحمد ثروت. والفيلم ده قصته بتتكلم ببساطة عن رجل عصابات اسمه رؤوف واللي اسمه شهرته بارود، وده لأنه بينتمي لمنظمة إجرامية بتستخدم الألعاب النارية في عملياتها، وهو بيكون متميز فيها، وفي نفس الوقت بيكون هو الابن الغير شرعي لزعيم المنظمة الإجرامية، وبيحاول إنه يثبت ولاءه ليه علشان يعترف بيه، فبيطلب منه إنه ينفذ مهمة أخيرة ويقتل محامية اسمها أمينة، ولو هو عمل كده هيعترف بيه بشكل رسمي. ومن هنا هنشوف الصراع الإجرامي هينتهي على إيه في نهاية الفيلم. من خلال القصة هتحس إن أنت داخل على فيلم وعمل مميز، والحقيقة إن هو حاجة جديدة على السينما المصرية بشكل عام. وفي مشاهد الأكشن اللي في الفيلم تم استغلال فيها الألعاب النارية بشكل كويس جدا، بالرغم ان مشاهد الاكشن كتير وانت بتتفرج عليها هتحس ان هي متاخده من فيلم اجنبي، لكن التجربه بشكل عام شايف ان هي كويسه الى حد ما وان هي افضل جوانب الفيلم. انا عملت كل اللي عملته ده عشان يبقى ليا اسم واسم حقيقي، ما بقاش الواد اللي متسمى على اسم جدي. اما بقى الفيلم السادس والاخير معانا النهارده في قائمتنا لافضل افلام مصريه في 2024 هو فيلم الاسكندراني. أنا نادرها من 10 سنين أرجعها على مركب زي ما سبتها على مركب. والفيلم ده من بطولة أحمد العوضي وحسين فهمي وزينة ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمود حافظ. الفيلم اللي بتدور أحداثه في قلب محافظة الإسكندرية حول شخصية بكر الإسكندراني اللي بيمر بالعديد من الصراعات مع أبوه وابن عمه وحبيبته، فبيقرر ان هو يسافر برا علشان يدور على حياة جديدة، بس بيرجع مرة تانية للإسكندرية ترجع معاه صراعاته وبتطرده مرة تانية. الفيلم في المجمل مميز ويعتبر من أنجح الأفلام التجارية في 2024، بالرغم اننا بنشوف أحمد العوضي اللي حاصر نفسه في الشخصية اللي بيقدمها كل سنة، إلا إنه عامل دور كويس جدا. يمكن بس النهاية هي اللي عليها جدل كبير، بس هو في الحقيقة بيحتوي على جرعة كبيرة من التشويق والإثارة. بس انا ما اتضربش بالقلم من مخلوق. طب اهو انا ما اتضربش يا ابو قدام الناس. طب اهو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب ما كنش طولت عليك، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش تزور موقعنا موفيبيديا.